السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل الصحة وأحسن حال. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة، والنهاردة جاي لكم يوم جديد وفيديو جديد، ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. وهكلمكم شوية عن الكتاكيت، وازاي لو أول مرة انتي عايزة تربي كتاكيت تربيهم ازاي، ولو مش عندك مكان تعملي ايه. زي ما انتوا شايفين كده، دي غرفة في الدور التحتاني للبيت اللي انا قاعده فيه. وزي ما انتم شايفين كده، طبعا انتوا شفتوا في الفيديو اللي فات آه البيت الجديد اللي انا قاعده فيه، وطبعا عارفين التفاصيل بتاعه البيت وعارفين الشقه اللي تحت. هي فاضيه خالص، والاوضه ديت انا مستخدماها اللي انا احط فيها طيور، مستخدمه غرفه واحده بس. فزي ما انتم شايفين كده، حطيت الكتاكيت في جنب اهو، ومعاهم البط. وزي ما انتم شايفين اللمبة تحت الشباك كده عشان الشباك ما يتحرقش، والسلك اهو رايح على البريزة. فلو انت حابة تربي وعندك غرفة تحت او عندك بير سلم، انت ممكن برضو تقفليه وتعملي التقفيلة الصغيرة دي. بعد كده هتبدأي توسعي عليهم، بس نصيحة مني: البط بيتشال من بعيد عن الكتاكيت بعد 3 أيام. يعني هما كده لسه أول يوم بتشيليهم بعد 3 أيام، لأن البط لما بيكبر بيبهدل الدنيا، وبيكون النفس بتاعه حامي على الفراخ وممكن يضرهم ويأذيهم. فلازم تفصلي البط عن الفراخ على زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. بسيبهم مع بعض 3 ايام 4 ايام، وبعد كده بفصلهم عن بعض علشان مش يتأذوا من بعض، لان البط ممكن ما تحطيش فوق راسه اللمبة على طول، لانه حامي طبيعته بيحمي المكان اللي هو فيه. انما الفراخ البيضة بتعوز التدفئة والاهتمام بيها شوية او زيادة عن اي فراخ، او الفراخ البلدي او البط. فزي ما انتوا شايفين كده، حطيت لهم العلف في العلبة، في العلافة الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده، والمية في السقاية. وكل شوية طبعا كل ما بيكبروا برفع المية ديت على حجارة علشان ما بيبهدلوش الدنيا، وجسمهم يستفاد ويتغذى كله، والأكل ينزل في جميع أجزائه. فزي ما انتوا شايفين كده، طبعا ده تالت يوم أو رابع يوم فصلت طبعا البط عن الفراخ. ولو انت حابة تعرفي ايه اللي بيتفرش تحتهم، ممكن تحطي كراتين زي ما انت شايفة، ممكن تحطي تبن من اللي هو بتاع الرز، ممكن تجيبي نشارة، شوية نشارة من بتاعة الأخشاب وتحط تفرديها تحتهم. وأهم حاجة اللمبة الحمراء ديت، لأن هي ديت اللي بتدفيهم في أول 5 أيام. كل شوية بترفعيها برضو، بس أول أيام بيكون اللمبة قريبة منهم. وزي ما انتوا شايفين كده، وكل فترة بتشيلي التبن ده وبتنضفي تحتهم على حسب ما انت بتشوفي هم مبهدلين الدنيا مية او لا. ونصيحة مني برضو يا حبايبي: لو شايفة الفراخ بتلعب زي ما انت شايفة كده في جميع الأجزاء اللي انت محوطاها ديت، يبقى هي طبيعية. انما لو لقيتي الفراخ كلهم متكومين تحت اللمبة، يبقى هما عايزين تدفئة، يبقى تنزلي اللمبة عليهم شوية علشان يتدفوا. اما بقى لو لقيتيهم كلهم جنب الحيطة، يبقى درجة الحرارة عالية، وتهدي الحرارة عليهم شوية، او تصغري اللمبة من 200 ل100، او بالعكس. لو سقعانين بتعليها، او كده لو هم حميانين بتقليليها. فزي ما انتوا شايفين ادي البط اهو يا حبايبي، عملت له برضو الحيز ده علشان برضو ما يخرجش بره الغرفة او كده. وحطيت له الاكل في العلبة دي. زي ما انتوا شايفين علبة حلاوة بسيطة خالص، بتجيبيها وتحط فيها شوية المية وتحط فيها حجر علشان مش يكب المية على الأرض. وزي ما انتوا شايفين برضو غطا تاني بتاع جردل من بتاع الدهان، حطيت عليه شوية العلف. كل مدى كل ما بتكبري العلبة بتاعة المية والعلبة بتاعة الأكل. وزي ما انتوا شايفين، هما في جنب والفراخ في جنب، واللمبة بعيدة عن البط، لأن زي ما قلت لكم البط روحه طويلة، إنما الفراخ روحها قصيرة وما بتستحملش السقع. وزي ما انتوا شايفين كده، وبغير لهم طبعا المية كل ما بتوسخ، كل ما بتهتم بيهم سبحان الله
برضو بتلاقي الفراخ والبط بيديكي وزن. اهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده انا محيزة على الفراخ بخشب قديم عندي وقفص برضو مكسور، وحبة الطوب هي اللي سنداه. فلو عندك اعملي زي ما بقولك، ولو عندك بلكونة برضو عايزة تربي فيها سميها نصين، ممكن تبنيها بالطوب لو انت مش حابة تحط الخشب ده برضو، علشان مش في حاجة تطلع لهم او تأذيهم او كده. فانت ممكن تقفلها بالطوب او تجيبي نجار يقفلها لك بالخشب، وتنزلي اللمبة من نص الغرفة وعليها حتة باب يا دوب، بس اللي انت تدخلي ايدك بس وتحط لهم الاكل وتحط لهم المية. زي ما انتوا شايفين كده هو ده هي دي الفراخ اللي انا مربياها والبط. وادي اللمبة زي ما انتوا شايفين كل شوية بنزلها واطلعها، لو الجو حامي بطلعها لفوق، ولو الجو ساقع بنزلها شوية لتحت. وادي الباب اهو زي ما انتوا شايفين. ولو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الأحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على كلمة الكل علشان يوصلك مني كل فيديو جديد بنزله. وما تنسونيش يا حبايبي في التعليقات الجميلة، ولو عندكم أي معلومات اكتبوا لي في التعليقات. وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.